حلقة أعزائي المشاهدين مع حلقة تحت عنوان الإيزيديون السوريون في كرداخ والجزيرة للبروفيسور سباستيان مايسل، وهو دكتور جامعي في جامعة لايبسيك الألمانية. كتب هذا المقال، طبعا أخذ هذا المقال بالبحث وعن طريق الأرشيف العثماني. أيضا كتب المقال باللغة الإنجليزية، ترجم هذا المقال الدكتور نضال محمود حاج درويش، هو من غرب كردستان قرية زيدي، له التحية. سأبدأ بقراءة المقال كما هو، لن أضيف شيء ولن أذكر شيء. هذه هي الحلقة الثانية. نبدأ. التاريخ الباكر. توجد في كثير من الأحيان مجموعة متنوعة من الآراء المتناقضة بين الباحثين الإيزيديين وغير الإيزيديين بشأن أصل الإيزيديين. غالبا يتم الاعتقاد بوجود علاقة مع حضارة وأديان بلاد الرافدين، في حين ما زال البعض يعتقد بفكرة أن الإيزيدية طائفة إسلامية. ومع ذلك فإن الحجة الأخيرة اختفت أخيرا في المطبوعات الغربية، مما يفسح المجال لإجماع عام على أن الديانة الإيزيدية هي نظام للتقاليد الكردية قبل الإسلام، والذي تم إصلاحه من قبل الشيخ الصوفي عدي بن مسافر، وفي ظل خليفته حسن بن عدي استمر التحول في دمج عناصر وطقوس إضافية قبل الإسلام. وفقا لبعض الإيزيديين فإن الدين الإيزيدي أيضا يستند على الكتب المقدسة مشابها لأهل الكتاب، وينطبق عليهم ما ينطبق على أهل الكتاب من حماية بموجب الشريعة الإسلامية. للإيزيدية كتابان مقدسان، أحدهما مصحف رش الذي يذكر بالفعل المجتمع الإيزيدي بالقرب من حلب، ومع ذلك ومنذ نشر تلك الكتب فإن ظهورها وأصالتها قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير، ويجب التعامل معها بحذر. أيضا كان النقل الشفوي للتراتيل والمزامير والنصوص الدينية الأخرى المصدر الرئيسي للتقاليد الدينية. بدأ التاريخ الموثق للإيزيديين في سوريا حوالي 1070 قبل الميلاد، مع ولادة الشيخ عدي بن مسافر في بيت فار بين قوسين خربة قنفار، قرية صغيرة في وادي البقاع بلبنان، التي كانت تشكل جزء من سوريا العظمى بين قوسين بلاد الشام. كما جاء والديه وابن أخيه من هذه المنطقة، مما يعطي المنطقة بعض الأهمية الدينية. يوجد في القرية التي تدين في غالبيتها بالمسيحية ضريح خصص للشيخ عدي بن مسافر، ومع ذلك فإن الناس في المنطقة لا يربطون الشيخ عدي بن مسافر مع الإيزيديين، ولكن يتم ذكره على أنه قديس صوفي. في نص مقدس آخر ذكر أن عائلة الشيخ عدي جاءت أصلا من جبال هكاري، وأن كان أول من انتقل إلى بيت فار في البقاع. انتقل الشيخ عدي لاحقا إلى بغداد، ومن ثم عاد إلى جبال هكاري، حيث أسس فيها الطريقة الصوفية العدوية التي اندمجت مع التقاليد المحلية لعبادة الشمس. أقدم المصادر الكتابية بخصوص الإيزيديين وأهم شخصية دينية لديها وهو الشيخ عدي بن مسافر تعود إلى القرن الثاني عشر للميلاد. السبب الرئيسي للتعامل مع هذه المجموعة الصغيرة والغير هامة نسبيا هو اتهامهم بالبدعة التي حرضت كما هو مكتوب الأرثوذكسية الإسلامية ضدهم. لذلك كتب العديد من المؤرخين والحقوقيين والجغرافيين البارزين عن المعتقدات الغريبة للإيزيديين. على الأرجح توجد أقدم إشارة إلى الإيزيديين في كتاب الملل والنحل لمؤلفه الشارستاني 1153 للميلاد، وهو معاصر للشيخ عدي، ويذكر طائفة من الخوارج نشأت من قبل شخص يدعى يزيد بن عنيزة، يصف
سمعاني 1176 للميلاد في مؤلفه كتاب الأنساب نفس المجموعة على أنهم أحفاد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، ويذكر في مكان استقرارهم في حلوان والسنجار. أن فكرة أن الإيزيديين ينحدرون من الخليفة يزيد الذي لم يكن يحظى بشعبية عامة والذي لم يتم انتخابه ولكنه عين كخليفة وقتل جيوشه حسين بن العلي، غالبا ما يشكل سببا لاضطهاد الإيزيديين في سوريا. كانت الصوفية وما زالت محبوبة في كردستان والمناطق المجاورة لها، وأكثر الطرق انتشارا هي الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية. تشكل الصوفية تعايشا بين الأشكال الدينية التقليدية والإسلام في المناطق التي تحولت مؤخرا إلى الإسلام، وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن تجد أوجه التشابه مع النظام الصوفي في التاريخ المبكر للإيزيدية. شيخ عدي الذي يظهر بشكل واضح أنه أسس طريقته بين قوسين الطريقة العدوية كان معاصرا للشيخ عبد القادر الجيلاني 1166 للميلاد مؤسس الطريقة القادرية الجيلاني، وكذلك منصور الحلاج الصوفي الآخر المشهور وحسن البصري ما زالوا يتمتعون بشعبية بين الإيزيديين. مع تأسيس الطريقة العدوية كطريقة صوفية منفصلة في القرن ال11 ازدادت الإشارات إلى الإيزيديين بشكل سريع في المصادر الإسلامية. التفسير الآخر لهذا الأمر هو الموقف الإيجابي لبعض القادة الكرد المسلمين في دمشق وحلب والموصل من الإيزيديين. أكرر، التفسير الآخر لهذا الأمر هو الموقف الإيجابي لبعض القادة الكرد المسلمين في دمشق وحلب والموصل من الإيزيديين، والذي تغير بشكل مضطرد في عهد أتابك الموصل بدر الدين لؤلؤ سنة 1234 للميلاد، حيث بدأ بمحاربة العدوية واضطهاد الإيزيديين. بعد وفاة قائد الإيزيدية الشيخ عدي والشيخ حسن انشقت الإيزيدية إلى فئتين، إحداهما تحركت نحو مصر وسوريا تحت قيادة زين الدين ولاحقا عز الدين، وهما من أحفاد الشيخ عدي، وظلا يتبعان التقاليد الصوفية العدوية استنادا إلى وصف كل من فيبفخري ترا نيلدا وفوكارو أن المجتمع الإيزيدي في سوريا حافظ على الطابع الصوفي النموذجي حتى القرن ال17، بمعنى أن العلاقة بين التلميذ والمعلم تفوق بنية الطبقات في المجتمع الإيزيدي. أحفاد آخرين للشيخ عدي ظلوا في منطقة الموصل وأنشأوا الطابع الإيزيدي الجديد للمجتمع الذي كان يدرس من قبل الشيخ حسن، ومع ذلك فمن الضروري تسليط الضوء على الرابطة الدموية لكلا الزعيمين الذي يربط أصل الإيزيديين في سوريا مع أصولهم في الموصل. فقط في مؤلفات بار هيبراوس 1286 للميلاد الأسقف اليعقوبي السوري الشهير نجد إشارة عن بقاء المجتمع الإيزيدي بعد الهجمات المدمرة التي تعرض لها من قبل المغول وبدر الدين لؤلؤ. وللمرة الأولى يرد ذكر الإيزيديون في جبل سمعان الذي هو اليوم جزء من كرداخ، ويربط بار هيبراوس منشأهم بالقوات الكردية للسلطان صلاح الدين الأيوبي الكردي الأصل الذي حرر القدس من الصليبيين. وقد كتب ابن تيمية العام 1328 للميلاد أيضا عنهم في مؤلفه الرسالة العدوية، مع أنه ينتمي فكريا إلى الإسلام الأرثوذكسي، هذا هو المكتوب، إلا أنه لم ينتقد الإيزيديين لأنهم كفار، ولكن لكونهم منحرفين ومتطرفين في تبجيلهم للإيزيدية وللشيخ عدي. هذا اتهام، ومع ذلك فقد كان يستخدم على نطاق واسع لإدانة الصوفية بشكل عام. الدليل التالي الذي يشير إلى الوجود القديم للإيزيديين يمكن العثور عليه في الأرشيف العثماني بخصوص مدينة الرقة، وكذلك في كتاب شرفنامة للمؤرخ شرف خان البدليسي 1588 1500
1996 الذي يصف تاريخ 7 قبائل إيزيدية رئيسية. تزودنا شرفنامة بمعلومات حول الإيزيديين ومناطق استقرارهم. على سبيل المثال، فإنه يقدم تقريرا عن الإيزيديين الذين يقال أن أصولهم يعودون إلى فوج هكاري ضمن جيش صلاح الدين، ومنح صلاح الدين شيخ هكاري اسمه مند المنطقة المحيطة بقلعة قصير غرب حلب، حيث كان يعيش فيها العديد من الإيزيديين. الطائفة الاجتماعية الدينية للشيخ مند هي حتى اليوم شعبية جدا في المنطقة. ويوجد تقرير آخر مفصل نقله لنا الرحالة التركي أوليا تشلبي 1682 الذي زار المجتمعات الإيزيدية في سنجار. الفصل التالي في دراسة الإيزيديين أو التعامل معهم في سوريا بدأ في منتصف القرن السابع عشر للميلاد، وذلك عندما تعامل ولأول مرة العلماء الأوروبيون أي رجال الدين الفرنسيين مع الإيزيديين في محيط حلب. أصبح الإيزيديون في غرب سوريا تحت تأثير المبشرين الفرنسيين الكابوشيين الذين يحميهم قناصل أقوياء يهدفون أصلا إلى التبشير بالمذهبين المسيحيين النسطوري واليعقوبي. الاتصال مع الإيزيديين أنشأه المسيحيون الأرمن، مما أدى سريعا إلى معمودية العديد من الإيزيديين. من وجهة نظر الإيزيديين يبدو أن هذه فرصة مثالية للتخلي عن وضعهم كأقلية غير محمية وليصبحوا طائفة معترف بها رسميا. ومن أجل الحصول على هذا الوضع اتصلوا على نحو استباقي بالممثلين من مختلف الجماعات المسيحية في المنطقة. هذه كانت الكابوشيين الكاثوليك والأرمن وأيضا البروتستانت الإنجليز، واقترحوا أن يتحولوا إلى الطائفة التي توفر لهم الحماية الأفضل. وأدت الاتصالات المختلفة إلى إقامة علاقة وثيقة بين الرهبان والإيزيديين على النحو المبين في التقرير المفصل الذي كتبه فيبفر، غير أن النزاعات الداخلية بين مختلف الطوائف من كابوشيين ويسوعيين وكرمليين أحبطت جهود تعزيز العلاقة المسيحية الإيزيدية. من الآن فصاعدا وجدت الأخبار عن المجتمع الإيزيدي طريقها بشكل مألوف إلى أوروبا. في عام 1674 تم نشر أول كتاب عن الإيزيدية في روما. وصف المؤلف ميشيل فيبفر العلاقات الاجتماعية والاتفاقيات بما في ذلك العديد من التفاصيل الإثنوغرافية والجغرافية. وصف فيبفر على سبيل المثال كيف كان الإيزيديون يعيشون كبدو رحل بين نهر عفرين وجبل سمعان. وعلاوة على ذلك ذكر أنه من إحدى عقائدهم الدينية المهمة هو منع لفظ اسم الشيطان. وأشار أيضا إلى نظام الطبقات الإيزيدي الفريد المؤلف من العلمانيين ورجال الدين. وقد تميز البيض بين قوسين الرجال العاديين أو المريد، وكذلك السود بين قوسين رجال الدين أو الفقير بزيهم الخاص بهم. ويرتدي الفقير قطعة قماش بين قوسين خرقة والقميص الصوفي الأسود التقليدي، لكنه اعترف فقط بالفقير كعضو في رجال الدين ولم يذكر الشيخ أو البير واثنين من الطبقات الدينية الأخرى في الإيزيدية. يبدو أن طبقة الفقير لم تكن في البداية منفصلة، لكنها ظلت مفتوحة لجميع الإيزيديين المؤهلين، وبالتالي قد يكون هذا هو السبب في أن القيود المفروضة على الزواج بين الإيزيديين في غرب سوريا هي أقل جموداً ولا تنفذ كما هو الحال في المجتمعات الأخرى. وكسر تقليد الزواج الداخلي لا زال يعتبر خطيئة كبرى في أعين معظم الجماعات الإيزيدية الأخرى. في السنوات التالية سافر المزيد من المبشرين الأوروبيين والمستكشفين والتجار عبر المنطقة وجلبوا معهم أخباراً إضافية عن الإيزيديين إلى أوروبا. فعلى سبيل المثال أفاد مسافر روسي عن الإيزيديين في وادي عفرين بأنهم عاشوا كمجموعات بدوية وكان لهم زعيمين، أحدهم علماني ويدعى أمير والآخر زعيم ديني. وتضمنت هذه التقارير معلومات عن طرق الحياة والثقافة المادية والعلاقات الصعبة للإيزيديين مع جيرانهم المسلمين.
وبما أن العديد من الذين زودوا الأوروبيين بالمعلومات كانوا مسلمين، فقد تم إدخال الكثير من التحامل والقوالب النمطية السلبية عن الإيزيديين في المصادر الغربية ومعارفهم. استغرق الأمر 100 سنة أخرى حتى أصبح الإيزيديون مرة أخرى مركز انتباه الغرب. حدث هذا خلال مذابح المسيحيين والإيزيديين في منتصف القرن الثامن عشر في الأراضي الكردية تحت السيطرة العثمانية. وفي أعقاب ذلك تعرضت المنطقة لأنشطة تبشيرية متزايدة من الكنائس الأمريكية والأنجليكانية، مما أدى في المقابل إلى مزيد من الهجمات على المجتمعات التي دمرت سابقا. من ناحية أخرى جمع هؤلاء المبشرين الكثير من المعلومات عن تاريخ وديانة الإيزيديين. هكذا فعلت بعثة الفرات البريطانية 1834-1937 التي أصبح أعضاؤها البارزين إنسورس ورسام حماة أقوياء للإيزيديين في شمال بلاد ما بين النهرين. أقامت القوى الغربية مثل إنجلترا أو فرنسا أو روسيا قنصليات في المنطقة. قام المبشرون بين قوسين كرانت وبيتكر والمستكشفون لايارد وبوتا والدبلوماسيون سيوفي وكارتشوف ببناء علاقات ودية مع القادة الإيزيديين المحليين، وأجروا البحث الميداني. شكلت أعمال لايارد على وجه الخصوص صورة الإيزيدية في الغرب خلال القرن الثامن عشر. استخدم الكاتب الألماني الشهير كارل ماي بحث ليارد بين قوسين نينوى وبقاياها كمصدر لكتابه عبر برية كردستان، الذي أعطى صورة إيجابية عن الإيزيديين في ألمانيا. واستمرت تلك الصورة لأجيال. في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كان وضع الإيزيدية في الجزيرة السورية في نهاية الجزء السفلي من النظام السياسي والاجتماعي والأخلاقي المحلي، فهم لم يكن ينتمون إلى أهل الكتاب مثل المسيحيين واليهود الذين تمتعوا بدرجة من الحكم الذاتي. فيما يتعلق بالشؤون الدينية والإدارية داخل منظومة الملة العثمانية، لقد واجهوا كما الكرد الضرائب العثمانية والتجنيد. لم يعاني الإيزيديين في جبل سمعان بين قوسين كما كانت المنطقة معروفة في ذلك الوقت من اضطهاد العثمانيين بنفس الطريقة كما إخوانهم الإيزيديين في الجزيرة، ولكن الكثير منهم تم تجنيدهم وأرسل بعضهم إلى أماكن بعيدة مثل اليمن والتي لم يعودوا منها أبدا. من الواضح أن حادثة اليمن ما زالت عالقة في أذهان الإيزيديين. وروى لي عدة مرات عندما سألت عن توزع المكون الإيزيدي وفقا للسيوفي في نهاية القرن التاسع عشر، عاش ممثل عن طبقة الفقير في حلب وكان يخاطب بكاك أي الأخ، وذكر جولين وجود ما بين 10,000 إلى 15,000 إيزيدي في شمال سوريا حتى حلب، وهو عدد مرتفع نسبيا ينبغي أن يشمل الإيزيديين في غرب حلب، كما وجد عدد كبير من الإيزيديين في دمشق، وقد واجهوا عداء العرب السنة بسبب تورطهم في المذابح التي وقعت عام 1860 وبسبب الثورة السورية عام 1925. وفي عام 1905 زارت كير ترود بيل وهي رحالة والسياسية بريطانية منطقة جبل سمعان، وكان يرافقها حراس وقيادات إيزيدية ونقلوا إليها معلومات أساسية ولا سيما فيما يتعلق بمسألة عبادة الشمس. إلى هنا أكتفي بهذه الحلقة وهي الحلقة الثانية. في الحلقة المقبلة سوف نقرأ فترة الانتداب. لكم جزيل الشكر لهذا الاستماع ودمتم بخير.